السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في درس جديد على القناة. النهاردة مكملين مع بعض درس الفراشة والنحلة، مكملين فيه كلمات على نفس الوزن، مكملين فيه المعاني المتعددة، مكملين فيه يعني ان احنا نجيب كلمة ويكون معناها مختلف في كل جملة، وكمان مكملين مع بعض عناصر القصة. تعالوا كده نشوف مع بعض الكلمات اللي على نفس الوزن. كل اللي بيسأل ازاي يتابع كل ما يصدر من دروس بتنزل على القناة بشكل يومي تقريبا، يدوس على الزرار المكتوب عليه سبسكرايب اللي حضراتكم شايفينه، ده بيكون موجود اسفل شاشة الفيديو. دوس عليه هيوصله كل جديد بيصدر عن القناة. كمان يقدر يطلع على الدروس السابقة اللي قدمناها على القناة. لو في اي سؤال عند حضراتكم في اي درس عايزينه يتشرح، يسيب كومنت او تعليق اسفل شاشة الفيديو، وان شاء الله نطلع على التعليق ونرد عليه. وممكن نعمل دروس لو حضراتكم ليكم دروس معينة عايزينها تتشرح، ان شاء الله نقدمها على القناة. طيب تعالوا نشوف كده. طبعا لو عجبتكم الحلقة اعملوا لها لايك وشير. تعالوا كده نشوف مع بعض الكلمات اللي على نفس الوزن الموجودة في درس الفراشة والنحلة. عندي كلمة احمر. كلمة احمر عايزين كلمات على نفس الوزن ليها. عندي احمر على نفس الوزن اصفر، على نفس الوزن اخضر، تمام. عايزين كلمات على نفس الوزن لكلمة كثيرة. عندي كبيرة، وعندي صغيرة، وعندي سميرة. ازاي بنعمل اصلا كلمات على نفس الوزن؟ احنا بنخلي اخر حرفين بيتكرروا معايا في الكلمات اللي انا بجيبها. يعني لازم ان انا التزم ان انا اجيب اخر حرفين في الكلمة يكونوا معانا في الكلمات اللي احنا بنجيبها في الكلمات على نفس الوزن. تعالوا نشوف بعض الامثلة برضو توضح الفكرة اكتر. كلمة نحلة، عايزين نجيب كلمات على نفس وزن نحلة. عندي نملة، نهلة، نخلة. كل دي كلمات نهايتها لام وت مربوطة زي الكلمة الأصلية اللي هو جايبها. تعالوا نشوف كلمات على نفس وزن أزهار، أبرار، أحرار، بخار. كل دي كلمات على نفس الوزن نهايتها ألف وراء زي الكلمة الأصلية اللي هو مديها لي عشان أجيب عليها كلمات على نفس الوزن. لو جينا على كلمة رحيق هقول إيه؟ هقول حريق، هنقول صديق، هنقول شهيق. كل دي كلمات تمشي على نفس الوزن كلمة رقيق. نكمل مع بعض المعاني المتعددة اللي هي بيجيب لي كلمة، الكلمة دي موجودة في جملتين لكن مع انها نفس الكلمة لكن معناها بيختلف في الجملة الاولى وبيختلف في الجملة التانية. تعالوا كده نشوف المعاني المتعددة. أزهار، فتاة جميلة. معنى أزهار هنا ايه؟ اسم بنت. طيب بعد كده يقول لي تطير النحلة بين الأزهار. بعتذر لحضراتكم عن سوء الخط، الحقيقة الكتابة على البورد الإلكتروني متعب مش زي الكتابة على البورد الطبيعي. معنى هنا الأزهار معناها هنا ورد، ومعنى أزهار هنا كان اسم إيه؟ كان اسم بنت. تعالوا نشوف المثال اللي بعديه. ألوان النحلة مثل الذهب، تمام. وهنا معنى ذهب هنا معناها معدن ثمين، معدن ثمين. الجملة اللي بعديه الجملة التانية، ذهب أحمد إلى
المدرسة. معنى ذهب هنا ايه؟ معنى ذهب هنا راح او رحل، راح او رحل. ده بالنسبة لكم معنى ذهب هنا ومعنى ذهب هنا. نشوف الجمل اللي وراها. عندي مفيد، مفيدة، فتاة جميلة. هنا معناها ايه؟ مفيدة هنا اسم بنت. النحلة مفيدة، نحلة مفيدة. هنا مفيدة بمعنى ايه؟ بمعنى نافعة. مفيدة هنا بمعنى ايه؟ بمعنى نافعة. يبقى هنا جت بمعنى نافعة، لكن هنا جت بمعنى اسم ايه؟ اسم بنت. يبقى كده احنا خلصنا مع بعض المعاني المتعددة. نشوف بعد كده عناصر القصة. عناصر القصة اللي هو بيجيب لي يقول لي كده الفراشة والنحلة، درس الفراشة والنحلة. عايز الزمان بتاع الدرس. الزمان كان ذات يوم. عناصر القصة قبل ما ندخل على عناصر القصة عايزين نعرف أصلا إيه هي عناصر القصة. عناصر القصة بيطلب مني 4 حاجات. بيطلب مني الزمان اللي حصلت فيه القصة. يبقى عناصر القصة بيطلب مني الزمان، بيطلب مني المكان، بيطلب مني الشخصيات، وبيطلب مني الأحداث. ده الحاجات اللي بيطلبها في عناصر القصة. أو تعالوا نشوف العناصر القصة لدرس الفراشة والنحلة. الزمان كان ذات يوم. المكان كان فوق الزرع وبين الشجر. المكان الشخصيات كانت الفراشة والنحلة. الأحداث بقى يا جماعة بتكون تلخيص للدرس. يعني أنا بلخص الدرس في نقطة أو في نقطتين أو في أكتر من كده. بناقش فيها تقريبا معظم الحاجات اللي حصلت في الدرس أو جزء من الحاجات اللي حصلت في الدرس كمعلومات أساسية عن الدرس. فهقول الأحداث كانت عبارة عن إيه. الأحداث إن الفراشة جناحها جميل وتنتقل بين الأزهار. جناحها جميل وتنتقل بين الأزهار. المعلومة التانية الأساسية اللي احنا خدناها من الدرس إن تمتص النحلة الرحيق وتعطي العسل. طيب بالنسبة لي ماذا تعلمنا من الدرس أو الدروس المستفادة من درس. يعني لو هو قال لي ماذا تعلمت من الدرس، أو قال ده سؤال، أو قال لي الدروس المستفادة، أو قال لي الدروس المستفادة سواء قال لي ماذا تعلمت من الدرس أو الدروس المستفادة، إجابتهم واحدة. في أي سؤال في أي درس إجابتهم واحدة. أنا تعلمت إيه من الدرس أو ما هي الدروس المستفادة من الدرس. هنا في درس الفراشة وإن احنا تعلمنا النشاط، طبعا من الحشرات اللي احنا اتكلمنا عليها في الدرس. النشاط والنظام والعمل والتعاون.
وبكده نكون ناقشنا مع بعض بقية المحاور لدرس الفراشة والنحلة. اتكلمنا على كلمات على نفس الوزن والمعاني المتعددة، وكمان اتكلمنا على العناصر القصة. فضلناش غير التحليل الصوتي. تحليل الصوتي، تعالوا نشوف مع بعض التحليل الصوتي لكلمة الرحيق. تعالوا نشوف التحليل الصوتي بتاعها. هنا الره دي لام شمسيه ولا الالف واللام دي شمسيه ولا قمريه؟ الره لا، يبقى حروف من اللام الشمسيه، يبقى الالف اللام والره مع بعض. الره حرف مشدد لانه من حروف اللام احنا عارفين اللام الشمسيه بيجي وراه حرف مشدد على طول، فالحرف المشدد بينقسم الى حرفين، حرف ساكن وحرف بيكون متحرك، وحرف بيكون متحرك. في الالف واللام والراء الساكنه مع بعض، والراء لوحدها اللي هي الراء المتحركه اللي عليها فتحه او ضمه او كسره على حسب الكلمه، والحاء واليه مع بعض لان اليه هنا يه ماديه والقاف لوحديها. طيب تعالوا نشوف تحليل كلمه الذهب. هنا عندنا دي لام شمسيه بألف واللام والذال مع بعض، والذال لوحدها والهه لوحدها والبه لوحدها، لان دي كلها حروف ايه؟ كلها حروف متحركه، يا فتحه يا ضمه يا كسره، ودي كلها فبتقف لوحديها. لكن الذال هنا احنا عندنا الذال هنا مشدده فانقسمت لحرفين، حرف ساكن وحرف ايه؟ وحرف متحرك. وكان في درس ما احنا كنا عاملينه لتحليل المقاطع الصوتيه بيتكلم عليها بالتفصيل بكل حالاتها للي حابب يطلع عليها. كلمه تمتص. تمتص عايزين نحللها مقاطع صوتية. هنا عندي الميم ساكنة، فالته والميم مع بعض، والته لوحدها والصاد لوحدها، وليه الته والميم مع بعض؟ لأن الحرف الساكن ما يقدرش يقف لوحده، لازم يقف مع الحرف اللي قبليه. تعالوا نشوف تحليل كلمة النحلة. كلمة النحلة هنا دي لام شمسية، يبقى الألف والنون الألف واللام والنون مع بعض، والنون والحاء مع بعض. طب ليه هنا النون مع الحاء؟ لأن الحاء هنا عندي ساكنة، وبعدين اللام لوحديها والته المربوطة لوحديها. بالنسبة لتحليل كلمة الفراشة، تحليل كلمة الفراشة عندي الألف واللام مع بعض، والفه لوحدها، والره والألف مع بعض. ليه الره والألف مع بعض؟ لأن الألف عندي حرف مد، وحرف المد لازم يسند على الحرف اللي قبليه. والشين لوحدها، والته المربوطة لوحدها. بعد كده عندي كلمة رقيق، عايزين نشوف تحليلها. الره لوحدها، والقاف واليه مع بعض، لان اليه حرف مد ولازم يسند على اللي قبليه، والقاف لوحدها. وبكده نكون بفضل الله غطينا جميع المعلومات اللي وردت في الدرس. ولو في اي سؤال بنرحب باسئلتكم اسفل شاشه الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.